بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائنا الزملكاوية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان أبقى خلصت ضميري قدام ربنا، أي حد هيقول لحضرتك حل مجلس إدارة نادي الزمالك وفلان الفلاني هو رئيس اللجنة اللي هتدير النادي، قول له أنت كذاب، لأن مفيش أي اتجاه في وزارة الشباب والرياضة لحل المجلس، والحل في الاستقالة، والمجلس مش ناوي يستقيل. تاني حاجة، لو اي حد قال لك الصفقه الفلانيه خلصت، اللاعب العلاني وقع او رسميا الزمالك انهى الاتفاق مع اللاعب الفلاني، اعرف برضه انه كذاب. الزمالك مش هيخش في اي تعاقدات على الرغم من انه فاوض اكتر من لاعب، ولكن مفيش اي تعاقدات الا بعد حل ازمه ايقاف القيد. واحنا بالصلاه على سيدنا الحبيب النبي موقوف القيد عندنا 3 مرات في 3 قضايا، والمبلغ كبير جدا، واحتمال مش قليل ان الزمالك يبدا الموسم بالقايمه الموجوده حاليا، وان اي صفقات تيجي في يناير اللي جاي عليها عليكم بألف خير. سبب قيد كل اللاعبين في القائمه الاولى. كشف مصدر من داخل نادي الزمالك عن سبب جديد لقيد كل لاعبي الفريق في قائمه الزمالك الاولى في اتحاد كره القدم، حيث قام الزمالك بتسجيل كل اللاعبين بمن فيهم من تأكد رحيلهم، وعلى رأسهم البنيني سامسون إكينيولا في القائمة الأولى. تم تعديل هذا الأمر بأن الزمالك قام بهذا الإجراء لرغبته في عدم رحيل أي لاعب بصورة مجانية، وأن النادي لابد أن يستفيد من كل لاعب ماديا. سبب آخر كشف عنه مصدر من داخل الزمالك وهو انتظار حل أزمة وقف قيد الزمالك، حيث أن الزمالك موقوف من القيد، ولهذا فضلت الإدارة قيد كل اللاعبين انتظارا لحل أزمة القيد، وبعد أن يتم حلها سيتم بحث عروض اللاعبين التي سترحل عن صفوف الفريق. بالآخر كده، لو الزمالك ما قدرش يفك أزمة إيقاف القيد، اللعيبة دي مكملة بما فيهم سامسون. ميدو يحذر بسبب أوسيريو. قام أحمد حسام ميدو بالتحذير بسبب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو المدير الفني للزمالك، وأشار خلال تصريحاته أن أوسيريو سيرحل عن الزمالك إن لم يحصل على مستحقاته المتأخرة هو وجهازه المعاون، وتساءل هل ستترك القلعة البيضاء لتقدم موسم كارثي جديد؟ وشدد على أنه مؤمن بأن الفارس الأبيض له حق عليه ويخدم النادي. أنا مع الزمالك وليست مع أي فرد ضد آخر. أزمات عديدة تواجه نادي الزمالك في هذه الفترة بسبب عدم الاستقرار الموجود في النادي على كافة المستويات، ويجب تضافر كل أبنائه. مدرب الزمالك السابق يهاجم أوسيريو. هجم مدرب ونجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك سابقا محمد صلاح الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو المدير الفني، وأكد خلال تصريحاته أن أوسيريو يجب أن يعيد النظر في طريقة لعبه مع الفارس الأبيض في الفترة القادمة، وأشار إلى أنه من وجهة نظره طريقة لعب الكولومبي لا تصلح للأبيض حاليا، ويجب إعادة النظر بطريقة لعب الزمالك. وشدد على أنه يجب تدعيم الأبيض خلال الفترة القادمة، لأنه من وجهة نظره أيضا الزمالك في حاجة لصفقات كثيرة تستطيع إعادة البطولات. والسؤال بس للحاج محمد صلاح كده وهو بيشرب كوباية الشاي بلبن، أنت اتفرجت على ماتشات الزمالك في البطولة العربية ولا سمعت بس؟ وزارة الرياضة وحديث جديد عن أزمات الزمالك. أوضح السيد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة عن موعد انتهاء أزمة نادي الزمالك، وأكد خلال تصريحاته أن الوضع الخاص بالإدارة داخل القلعة البيضاء به مشاكل وقصور، وخلال الفترة القادمة ستكون خاصة بفتح باب الترشح للانتخابات. وأضاف أن يوم 31 أكتوبر ستنتهي أزمات الفارس الأبيض تماما باختيار مجلس جديد. وأشار إلى أن وزارة الرياضة تسعى من أجل وضع بعض البنود بقانون الرياضة لتسهيل عمليات التسويق والاستثمار خصوصا الأندية الجماهيرية، وشدد على أنه لا يمكن مناقشة شراء لاعبين من جانب الوزارة أو الدولة على الرغم من استطاعة الوزارة تقديم الدعم بتصحيح المسار. مرتضى منصور في الفيديو اللي اتبث عبر الانترنت اتكلم عن أحمد مرتضى منصور وقال إن هو كمان هيبتعد بسبب ظروفه الصحية. بكل أسف ناس كتير بدأت تسف على القصة دي وتتريق وتقول إن هم كده دورهم بيخلص والموضوع بينتهي، بعيدا عن قصة إن هم فعلا هيخرجوا بره النادي بنسبة كبيرة جدا. ولكن أحمد مرتضى منصور جات له 4 جلطات قبل كده وتسببت مرتين في إنه يعمل عمليات في أوروبا، فأحمد مرتضى منصور فعلا عيان، والسف والتريقة على المرض أو الموت دي قلة أدب منقطعة النظير. شادي عيسى عاد مرتضى منصور.
علق الناقد الرياضي شادي عيسى على ظهور مرتضى منصور والحديث عن امور تخص نادي الزمالك على الرغم من اعلانه الابتعاد عن المشهد الزملكاوي. وعبر حسابه على تويتر كتب شادي عيسى: وهكذا عاد مرتضى منصور للمشهد بعد 72 ساعة ابتعاد عن المشهد. عاد من جديد، وما أفهمه من الفيديو الأخير أنه في قلب المشهد، ولكن من مكتبه في بيته وليس من مكتبه بالنادي. لاعب حرس الحدود السابق ورسالة إلى إدارة الزمالك. علق أحمد صبري لاعب حرس الحدود السابق والمعروف بزملكاويته على الموقف الحالي داخل نادي الزمالك عقب إعلان مجلس الإدارة الاستمرار ورفض الاستقالة. مرتضى منصور أعلن استمرار المجلس الحالي في مهام عمله بشكل طبيعي عقب إعلانه الابتعاد عن المشهد حتى الانتخابات. وكتب أحمد صبري عبر حسابه على تويتر: الكورة واللعيبة الكبيرة كلها مشيت، مش باقي غير 2 ولا 3. اليد كله مشاكل ومحدش بياخد فلوس. السلة الفريق اتدمر وهربوا بالمدرب نفسه، مفيش غير الطايرة اللي ماسكين فيها. شكاوى في كل حتة من كل الاتجاهات، ويقول لك محدش ليه فلوس. طيب ازاي؟ انتوا قاعدين في النادي بتعملوا ايه؟ حسين لبيب وانتخابات الزمالك. ألمح حسام المندوع عضو اللجنة السابقة التي كانت تدير نادي الزمالك إلى نية حسين لبيب رئيس القلعة البيضاء السابق أو رئيس اللجنة السابقة التي كانت تدير نادي الزمالك الترشح في انتخابات الزمالك القادمة على مقعد الرئيس. المندوع عبر تصريحات تلفزيونية أكد على تواجد عزم من حسين لبيب وبعض أعضاء اللجنة السابقة الترشح في المرحلة القادمة في انتخابات الزمالك، مؤكدا أن اللجنة حققت العديد من النجاحات المختلفة خلال فترة قصيرة. نجحت في توفير أموال وتحقيق بطولات عديدة لصالح نادي الزمالك وصلت إلى 18 بطولة في 6 أشهر، إلى جانب تجديد عقود لاعبين أمثال إمام عاشور وغيره، ولكن لم يتم توثيق هذا العقد من جانب من جاء من بعد اللجنة. الفترات القادمة سوف تشهد تحرك كبير داخل نادي الزمالك في ظل خلو مقعد الرئيس والنائب ومقعدين للعضوية وتواجد انتخابات تكميلية خلال أكتوبر القادم. قرار من الزمالك ضد طارق يحيى. اتخذت إدارة نادي الزمالك عدد من القرارات بشأن طارق يحيى مدرب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك ونجمه سابقا، حيث استقرت الإدارة على استبعاد طارق يحيى من عضوية اللجنة الفنية في القلعة البيضاء. على فكرة اللجنة الفنية دي تم حلها أصلا، ومن قطاع الناشئين والقناة على خلفية ما صدر منه مؤخرا بسبب التسجيل الصوتي الذي خرج وتم تسريبه مؤخرا وهو ينتقد الجميع داخل النادي، وأن هذا القرار تم الاتفاق عليه منذ فترة. هو الراجل من وجهة نظره قال كلمة حق، وبيني وبينكم يعني هي من وجهة نظرنا كلنا هو قال كلمة حق. سيف زاهر عن أحمد سيد زيزو سعره لن يقل عن 200 مليون. كشف الإعلامي سيف زاهر عن مفاجأة بشأن نجم الفريق الأول لكرة القدم في الزمالك أحمد سيد زيزو، وأكد خلال تصريحاته أن اللاعب تنهال عليه عدة عروض احترافية ولكن زيزو مرتبط بالزمالك، وأشار إلى أن العروض التي تنهال على اللاعب أقل حاجة هتبدأ ب 200 مليون جنيه بجانب عقد سنوي ليه لن يقل عن 100 مليون. هذا رقم طبيعي بالنسبة لإمكانيات زيزو، ولو القلعة البيضاء ستفكر بتلك الخطوة لن تقبل بعرض أقل من 200 مليون جنيه. وشدد على أن الفارس الأبيض لديه أزمات عديدة في قيد اللاعبين والجمهور لازم يكون فاهم تلك الأمور. النادي في حاجة لحل تلك الأزمات. يعني إيه في حل تلك الأزمات؟ مش فاهمك يعني إحنا هنبيع اللعيبة عشان نصرف على الباقي؟ دي فضيحة والله. محامي كهربا يرد على مرتضى منصور. حرص المحامي أشرف عبد العزيز على التعليق على حديث مرتضى منصور بشأن أزمة كهربا وإيقافه من قبل الفيفا، حيث يستعد الفيفا لإصدار قرار جديد بشأن الهارب محمود كهربا بعد عدم دفعه الغرامة الموقعة عليه لصالح نادي الزمالك ب 2 مليون و400 ألف دولار. وكتب أشرف عبد العزيز عبر حسابه على فيسبوك ردا على مرتضى منصور: سمعتك وهرد عليك في نقاط مختصرة وبطريقتك، وعايز أقول لك: 1. القضية اللي انت بتتكلم عليها انا مش هقول الاسماء عشان انا محامي اعرف اصول مهنتي، اتعلمنا كده في اولى حقوق ان ده اسرار موكلين ولا يجوز ابدا اني ارد عليك على السوشيال ميديا، بس انا كسبتها منك وانت اللي كلمتني عشان الصلح، انت فاهم طبعا. وبعدين انا ذهبت لبيتك وليس مكتبك بناء على رغبة رجل كبير في السن خائف ينزل عشان كورونا وموكلي خد حقه بالكامل. 2. بخصوص عبد الله السعيد، انت استلمت فلوس النادي في اتحاد الكوره فلا يعتبر صفقه لان عبد الله لم يقيد في الزمالك ولا انت ايدته واحنا ما نعرفش، هي صوره فقط.
وعلى فكره انت قدمت شكوى وبلاغ ضده وصدر قرار من النيابه العامه بحفظ شكواكم. 3. بخصوص صفقه القرن كهرباء، انت بنفسك بتقول انك اعرته ب 3 مليون دولار و500 الف دولار في عام واحد، والحكم ب 2 مليون دولار و400 الف، يعني اقل من عام اعاره. ولا تنسى انت كنت طالب من المحكمه الرياضيه مبلغ 9 مليون يورو، وبعدين انت ما حضرتش القضيه، انت كنت منسق مع المحامي الايطالي زي بالظبط ما انت منسق مع المحامي التونسي. ولا الكلام ده غلط؟ اسف، انت كنت بتاخد معلوماتك من اعلامي زي ما انت قلت، فبلاش دغدغه لمشاعر جماهير الكره، حرام. والله يا سيد اشرف هتطلع هتنزل هتعلق ببيانات هترد على مرتضى منصور، هفضل اقول لسيادتك برضو ان الفيفا اصدر قرار بان موكلك لاعب هارب اخل ببنود تعاقده مع نادي الزمالك، وعليه غرامه باذن الله هيدفعها. وفي نهايه فيديو النهارده اتمنى ان الفيديو يكون نال اعجاب الجميع. دايما بشكر حضراتكم على حسن المتابعه وحسن الاستماع. مع بعض بتجدد اللقاء تقبلوا تحياتنا مؤمن شلبي ومحمود فاروق من قناتكم قناه كره كل يوم مع مؤمن. والسلام عليكم ورحمه الله.